بئر برهوت، البئر اللي حفره ملوك الجن، البئر اللي اتذكر في حديث للرسول وقال ان شر ماء على وجه الارض ماء برهوت، البئر اللي يقال انه سجن للجن، ويقال ان منطقة البئر دي هيبدأ فيها دمار العالم يوم القيامة. وفي حكايات كتيرة مخيفة جدا اتقالت عليه، زي مثلا ان مجموعة كانوا ماشيين في الصحراء وكانوا عطشانين جدا، فلقوا قدامهم البئر ده فقرروا ان هم يربطوا واحد عشان ينزل يجيب مية، بس لما طلعوه كانت الصدمة. وقبل ما نكمل الحكايه بتاعتنا ما تبقاش بخيل وانزل اعمل لايك وسبسكرايب وشير وروقوا عليا عشان اروق عليكم الفتره الجايه، وما تنساش الصلاه على النبي. ويلا نشوف ايه الحكايه. دايما اي بير ميه بيكون خير ونعمه كبيره للناس، والناس اي ما تكتشف بير ميه بيتلموا ويعيشوا حواليه، وبالنسبه ليهم بيبقى اغلى من الذهب لان هو بيبقى مصدر الحياه اللي عايشين منه. بس الكلام ده طبعا ما ينطبقش على بئر برهوت اللي احنا هنتكلم عنه النهارده، لان ده مصدر خوف ورعب ومصدر للاساطير المخيفه. وبئر برهوت على فكره من الحفر اللي حيرت الناس والعلماء لحد وقتنا ده. عمال تقول لنا بئر برهوت بئر برهوت، هو فين اصلا بئر برهوت ده؟ موجود بئر برهوت ده في اليمن في وادي حضرموت، وفتحة البئر حوالي 100 متر مربع وعميقة جدا، مفيش أي معلومة مؤكدة عن عمقه قد إيه، لأن آخره فيه ظلام شديد جدا ومحدش يقدر يشوف عمقه غير في حالة واحدة بس، إن الشمس تتعامد تعامد كلي على الحفرة نفسها. وبيقولوا إن في الحفرة دي بيبقى عايش الأفاعي الكبيرة والحمام، والمنطقة دي بيبقى فيها خضرة أصلا. وغير كده سكان المنطقة بيقولوا ان احنا بنسمع صوت مية عالي جدا يوميا. طب هو ليه اتسمى بئر برهوت اصلا؟ هو في روايتين لانها حاجة مش مؤكدة طبعا، فتعالوا نعرفهم مع بعض. الرواية الاولى بيقولوا ان اللي حفر البئر ده ملوك الجن، وده عشان اي جن يعصيهم او يخالف اوامرهم يتسجن فيه. والناس بتقول ان كان في ابخرة وغازات وروايح وحشة كانت بتطلع من فتحة البير، وده كان بيأكد كلامهم وبالنسبة لهم علامة لتأكيد كلامهم. وده غير ان في عمق البير ده في ضلمة شديدة جدا محدش يقدر يشوف منها اي حاجة. اما الرواية التانية بيقولوا ان ملك من ملوك الدولة الحميرية القديمة، ودي مملكة يمنية قديمة، ان هو كان غني جدا وكله طمعان في فلوسه، فكان بيفكر في اي طريقة يشيل بيها الفلوس دي، فتعلم السحر لحد ما بقى من كبار السحرة وبيتعامل مع ملوك الجن، واتعامل معاهم واتفق معاهم ان هم يحفروا البير ده عشان يشيل جواه ثروته، وطبعا محدش يعرف يوصل لها ابدا. فلما مات الملك ده طبعا الجن استولى على المنطقة دي والبير ده، والروايتين اللي اسمعهم اصلا يقول دي خرافة اكتر من الحقيقة. وتسمى البئر باسم برهوت لان كلمة برهوت في اللغة الحميرية القديمة يعني ارض الجن، وفي اللي بيقول على البئر ده بئر الجن او بئر جهنم. وعلى فكرة في كلام بيتقال ان البير ده مش موجود من العصر الحديث، وان البير ده من قبل التاريخ اصلا، بس طبعا مفيش ادلة بتثبت الكلام ده. طبعا في اساطير كتير اتقالت حوالين البير ده، وطبعا في ناس بتصدق عادي جدا، ومن ضمنهم مثلا ان واحدة ست كانت بترعى الغنم وكان معاها ابنها الرضيع، فحطت ابنها الرضيع قريب من البير وراحت هي ترعى الغنم، فاول ما رجعت لقيته اختفى فجأة ومش ليه اي اثر. الرواية التانية ان كان في كام واحد ماشيين قريب من البير ده وكانوا عطشانين جدا، فاول ما شافوا البير قرروا ان هم يربطوا واحد وينزلوه يجيب مية، فاول ما نزلوه قعد يصرخ بسرعة وقال طلعوني، فاول ما طلعوه لقوا راسه بس اللي موجودة في الحبل. ازاي؟ ما تفهمش. وفي رواية تانية بتقول هو نفس الناس دي، بس النص اللي تحت مش موجود ومقطوع، والنص اللي فوق بس هو اللي موجود، حاجة كده من الآخر زي اللي بنشوفها في أفلام الرعب بالظبط أو أكتر كمان، بس هل الحقيقة الله أعلم. وفي حاجة كمان تشتت العقل، إن مية البير دي بيبقى طعمها فيه سكر شوية، وغير البخار اللي بيبقى طالع والروائح الوحشة اللي بتبقى طالعة منه. وفي بقى احاديث بتوصف منطقة البير دي انها ابغض منطقة على وجه الارض، يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديثه خير ماء على وجه الارض ماء زمزم، فيه طعام الطعم وشفاء السقم، وشر ماء على وجه الارض بوادي برهوت بقبة بحضرموت كرجل الجراد تصبح تتدفق وتمسي لا بلال فيها. واحاديث تانية اتقالت كتير بس ده اشهرهم يعتبر. وفي ناس بتربط الكلام بان بداية دمار العالم هتبدأ من المنطقة دي بناء على حديث بدايته لتقصدنكم نار هي اليوم خامدة في وادي يقال له برهوت. وفي مرة من المرات حاولوا يستكشفوا البير من أشخاص تبع شركة خط الصحراء، ربطوا واحد وكان معاه كاميرا فيديو بتسجل لحظة نزوله للقاع، وأول ما نزل 100 متر طلب منهم إن هم يطلعوه بأقصى سرعة، ولما سألوه ليه قلت كده
قال لهم حسيت ان البير بيتقفل عليا. ولما راجعوا على الكاميرات اللي هي كانت معاه، لقوا ان الكاميرات اللي كانت بتصور مصوره ضلمه جدا، بالرغم ان هما كانوا في النهار مش بالليل. وهيفضل بئر برهوت غامض وفيه اسرار محدش عارفها لحد النهارده. اكتب لنا رايك عن بئر برهوت في الكومنتات تحت. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، ولو وصلت لحد هنا متنساش اللايك والسبسكرايب والشير. وكان معكم حسن الخولي.